اولا فيما يخص هذه الزياره لولايه تيزي وزو، هذه الولايه التاريخيه، هذه الولايه الثقافيه. الشكر للسيد الولي المحترم وكل السلطات هذه الولايه لهذه الدعوه الكريمه، وجاءت في اطار تقييم المشاريع المسجله لفائده قطاع الشباب والرياضه لهذه الولايه، والتي سجلت في المخططات الخماسيه الثلاث لفخامه رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز بوتفليقه، وحيث استفادت هذه الولايات بحوالي 460 مشروع بمبلغ مالي يقدر 45 مليار دينار جزائري، مع الملعب الكبير اللي يتسع إلى 50,000 مقعد. وسمحت هذه الزيارة ورفقة السيد الوالي بإشراف على تدشين منشآت رياضية، منشآت شبانية، وهذا سوف يعزز نشاط الحركة الجمعوية في أوساط الشباب وفي أوساط الرياضة، وأيضا سوف يعزز قدرات وطاقة هذه الولاية في استضاف وفي تنظيم منافسات وطنية، منافسات دولية.